السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا هقدم لكم القلقاس من اوله لحد اخره للبنانيت الصغيرة اللي لسه عايزة تتعلم عميل القلقاس. هقولك كل التكات وكل حاجة فيه، بحيث ان انت لو ايه او اول مرة تعمليه هتعرفي تعمليه. انا هنا بدأت بغسيل الفراخ، وشلت كده الحموصة بتاعت الفرخة كلها عشان بيبقى فيها حتة وحشة قوي، وغسلته بالخل. الفراخ كلها اتغسلت بالخل زي ما انتي شايفة، عشان الخل بيشيل الزبلقة اللي تحت الجلد، وبتنضفيه كويس كلها بنفس المنظر ونفس الطريقة. وبعد ما تعملي كده طبعا انتي كل ده تحت المية، بتنزلي كل ده تحت المية. يعني انا وريتك حتة وكل الفراخ اتغسلت بنفس الطريقة، او هتتغسل دلوقتي قدامك هتشوفي كله بنفس الطريقة بالخل وبعدين المية. عايزة اقول لكم حبايبي، حبيبتي اللي لسه مبتدئة، انا هو بوريكي من اول ما الفراخ تغسليها بالخل وتحت الحنفية لحد اخر حاجة عشان تاكلي قلقاس. لو انتي اتبعتي كل خطواتي هيطلع من تحت ايدك قلقاس تمام. هنا بقى انا خلاص خلصت الفراخ، غسلتها وحطيتها، كانت المية غلت، حطيتها في الحلة بالبصلاية والحبهان والملح والفلفل الاسمر وبلح كوس التيب بشرة، او لو ما عندكيش مش مشكلة، كوس التيب بيخلي الشوربة طعمها تحفة. بلح كوس التيب ده بتبشري منه بشرة وتحطيها في الشوربة تمام. هنا بقى القلقاس انا خرطته ونقعته لمدة ساعتين في مية بخل، وبعد كده بعد الساعتين خدته بقى من مية الخل، حطيته تحت حنفية وبين ايديا كده شويات وتدعكيهم في بعض، تحس ان جسم القلقاسة نفسه مش فيه الزبلقة خالص. شايفة تحت الحنفية ازاي؟ عايزة اقولك مفيش حاجة تعديكي من اللي انا بقوله، هتعرفي تعملي القلقاس من اوله لاخره. لو انت عروسة، لو انت لسه صغنونة، لو انت اول مرة تعمليه، كل ده انا مش هسيب ولا خطوة تمام. وهنا تحت الحنفية انت بتاخديه تغسليه كده بعد ما اتنقع ساعتين بحالهم بمية بخل. وعايزة اقولك بقى زي الفل، يعني عايزة الخل دوت شال منه الزبلقة اللي بتبقى في جسمه. عايزة اقولك لأول مرة تخشي القناة دي، قناة فايزة او نجوى FS ما يخص المنزل والمطبخ. اتمنى لو انتي جديدة معايا تشتركي عشان تنوريني وتزودي اسرتي، ولو انتي مشتركة جديدة اهلا وسهلا بيكي، يبقى اهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد، منوريني ومشرفيني حبايبي وعلى عيني وراسي. وبالنسبة لحبايبي المشتركين القدام، بحبكم كلكم جديد وقديم وكل متابعيني حبايبي. وعايزه اقول لكم انزلي بقى حطي لي كومنت حلو كده على ذوقك، وحطي لي لايك، ساعدي الفيديو حبيبتي على النشر، الله يبارك لك وربنا يخليكي ليا. وبالله عليكي تقولي لي رايك، بالله عليكي تقولي لي ان انتي فهمتي مني او اتبسطتي مني، او اي كومنت سلبي او ايجابي انا هسمعه. انا بحب اسمع حبايبي كلهم مشتركيني. وبكده اهو قربنا نخلص القلقاس من غسيله. لو انتي حوالي 5-6 افراد اعملي 2 كيلو قلقاس. لو 5-6 افراد شوفي بقى، لو نص الخمسة، لو انتوا مثلا 3 هتقللي، لو انتوا 2 هتقللي كده يعني. خلاص كده خلصنا القلقاس وغسيله، وحطيت التوم في الكبة
وهحط فوقيه الكزبرة الخضراء. كزبرة خضراء، افتكري كده اسمها كزبرة خضراء. انتي بتغسليها كويس وبتخرطيها، تحطيها فوق الثوم في الكبة بمعلقة ملح على قد الحياء. خلي بالك من الحياء، ما تعليش الحياء. وممكن تحطي في الشوربة مرقة او لا. انا عامة ما بحبش المرقة دي، براحتك انتي. هنا بقى هنخرط الكزبرة الخضراء على الثوم بمعلقة ملح، وهنضربه في الكبة كويس. منورين يا حبايبي. عايزة اقول لكم المسيحيين كلهم بيعملوا القيس، فاحنا ما نعملش كلنا ليه مع بعضينا؟ مسيحي ومسلم وكله مع بعضه، ليه نشموا القيس عند جيراننا؟ يلا اعملي القيس. بصي بقى انا حطيت ضربت عارفين السلق؟ اسهل طريقة ان انتي تضربيه في الكبة وتحطيه فوق القلقاس. والكزبرة الخضراء بالثوم اهي بحمرها بزبدة. تمام. كزبرة يعني كل ده اتضرب فين؟ في الخلاط. السلق اتضرب في الكبة وحطيته فوق القلقاس. اتضرب في الكبة بقى مية كده وحطيته فوق القلقاس. والكزبرة الخضراء حطيتهم في الكبة مع الثوم، بقى زي ما انت شايفة كأنها مدقوقة، وحمرتها كويس كده. انا بشطف مكان السلق وبحط الشطفة بتاعته مكانه. عايزه اقولك لو انت معايا لحد دلوقتي انزلي حطي لي اللايك، ارفعي الفيديو يا حبيبتي، ساعديه على النشر. هنا بقى ضربنا الكزبرة بالثوم في الكبة برضو، وهنحط زبدة في الطاسة، او لو عندك سمنة بلدي ينفع، او عندك اي نوع سمنة هينفع، بس انا بحب حقيقي الزبدة في اكلي. فانا حطيت زبدة كده، وهنحط الثوم بالكزبرة الخضراء. ولما الثوم يصفر في الكزبرة وتشوفي الثوم مصفر، ملكيش دعوة باللون الخضرة خالص، انتي هتبصي على لون الثوم. اول ما يصفر كده يبقى زي التومة اللي بتحمريها لأي طشة، تروحي حطه على الأكل. تمام. وكده وهو قدامك ريحتها بقى، عايزة اقولك الله الله الله، من احلى الاكلات القلقاس والسبانخ. عايزة اقولك هي اكتر اكلتين متعبين، لكن بصراحة احلى اكلتين. حبيبتي اللي لسه مبتدئة، اعملي بكل حرف انا قلته، هتعرفي تعمليها كويس اوي. تعرفي تاكلي القلقاس من ايدك، وتعرفي تاكليه لاي ضيوف عندك. وكده بنتش التومة. ولو عملتي حبيبتي الف هنا ليكي ولولادك. وبس تاخد غلوة كده بقى بالتومة على النار ونطفي عليها. خلاص كده طشينا التومة بالكزبرة الخضراء، كله تمام. الريحة ما اقولكيش، يعني اخر جمال يعني. حبيبتي سوا تعمليها على وراك، او على اجنحة، او على اي حاجة هتبقى تدي نفس الطعم. وكده اهو بعد ما قدمت الاكل اهو، وليمون مملح والمشروب خروب على الاكل. بنحط خروب، بنحب
واشربوا وسط وبكده اقول لكم اترككم في حفظ الله ورعايته، متنسوش تشجيعكم ليا.